هادشي هذا تطور عندكم لدرجة أنكم وليتو كتجسّوا على الناس، لدرجة أنكم وليتو كتجسّوا على الناس، وليتو كتبعوهم، كترصدوهم. اش من درجة الخبث هادي وصلتوا ليها؟ اش من درجة ديال الخبث وصلتوا ليها؟ اش من درجة هادي وصلتوا ليها ديال الخبث؟ هذا علاش دائما تنوصفوكم على أنكم عصابة إلكترونية، وهذا علاش كنوصفوا كذلك متابعيكم على أنهم قطيع كيتابعوكم، لأنهم كيشاهدوا شنو كديروا وشنو كتفعلوا، وكل ما تفعلوه يحرك فيكم شعرة واحدة. لما كتشوفوا نتوما هاد الخبث هذا كيتمارس من طرف واحد الاشخاص وانتم عاجبكم الحال وكتصفقوا عليهم وكتدعموهم، لان هذا اللي شرنا ليه البارحه في اللايف اخواني اخواتي، على ان هاد الناس هادو كيجمعوا من اجل باش يصيفطوا الناس للسجن. وكذلك وخرجوا كيتكلموا على الربالة وكيقول لك بانها كتسعى وكدير الصواني وتدير وكل هاد الامور هادي غادي نتكلموا عليها في هاد الفيديو او في هاد اللايف اخواني اخواتي. خليوني نسلم عليكم ومديك الساعه ندخلوا نتكلموا في جميع النقاط اخواني اخواتي، وغندقوا في اي نقطه غادي نشدوها نتكلموا فيها، والا غادي نكونوا كندقوا فيها مزيان اخواني اخواتي وغنتكلموا في التفاصيل ديالها. انتم ما عليكم اخواني اخواتي غير باللايكات وبالبارطاج، وحاولوا توصلوا هاد اللايف اخواني اخواتي الجميع المتابعين اللي كيآزرونا في هاد القضايا اخواني اخواتي. بغيتكم توصلوا لهم هاد اللايف هذا، وزيد على ذلك غادي نوجه واحد الرساله حتى لومنا الناس اللي كيتابعوها يحاولوا يوصلوا لهذا اللايف اخواني اخواتي، لان غادي نوجه لها واحد الرساله اللي هي مهمه وخصها تقوم بواحد الاشياء ضروري اخواني اخواتي. المهم علينا غنسلم عليكم وندخلوا نتكلموا في الموضوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني اخواتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتابعونا على هذا اللايف. كنتمنى كل الاخوان والاخوات يبارطاجيو لنا هذا اللايف كما قلت لكم، حاولوا تبارطاجيوه. المهم اخواني اخواتي ما عليناش، خلينا نتكلموا في اول نقطه، واللي هي هاد الشخص هذا اللي قام بالترصد للبنى اخواني اخواتي. هذه هي اول نقطه غادي نتكلموا فيها وغادي ندقوا فيها وغادي نتكلموا حتى على هاد الشخص اللي قام بهذا الفعل اخواني اخواتي. لان اخواني اخواتي اللي قام بهذا الفعل فهو راجل، يعني شبه الرجال بهذا المعنى اخواني اخواتي. لان اخواني اخواتي اللي هو راجل ما يقدرش اول حاجه يتبع مرا يرصدها، اول حاجه. ولما كنا كنقول لكم اخواني اخواتي بان هاد الناس هادو عصابه الكترونيه، فراه عصابه الكترونيه ما كتنشطش غير في المواقع، بلا كتنشط حتى في الامر الواقع اخواني اخواتي، كتنشط حتى في الواقع ماشي غير في المواقع، يعني ناشطه على الواقع وعلى المواقع. واش دابا الاخوان دابا في النظريه ديالكم واش اللي يتبع مرأة كيتجسس عليها واش هذا راجل؟ بالله عليكم او بالله عليك، واش دابا هذه الرجوله كتسمى؟ الرجال كيتعاملوا بهذه الاساليب، كيديروا بحال هاد الاعمال الخبيثه؟ لا، الرجال كيتعاملوا كرجال بالحاجه اللي كتزيدهم رجوله، ماشي الحاجه اللي كتزيد طيح بالقيمه ديالهم كما الفعل اللي درتي انت. لان هذا فعل كيديروه غير الناس اللي ما عندهمش اصل، الناس اللي ما فيهمش الانسانيه، الناس اللي ما مربينش، هم اللي كيقوموا بهذه الاعمال اخواني اخواتي. ولكن اخواني اخواتي هذا الشيء هذا كامل انا نشرحه لكم، وغادي نقول لكم بالتفاصيل علاش هذا الشخص هذا قام بهذا الفعل هذا. وماشي غير هو، قادر اي شخص من هاد العصابه الالكترونيه اخواني اخواتي يقوم بهاد الافعال هادو. لان اخواني اخواتي يعني اللي فوق هاد الراس هاد العصابه اخواني اخواتي، فما يرضاوش على هاد الناس هادو، ما غيرضاوش عليهم حتى يقوموا لهم بهاد الاشياء هادي. باش نكونوا متفاهمين، دابا هاد اللي قام بهاد الفعل هذا فغادي يولي كما كيقولوا غادي كلاسي واحد شويه، فهمتوا اخواني اخواتي؟ لانه رضا الكسول، رضا الكبير ديالهم.
فهمتوا اخواني اخواتي كيفاش؟ لان هاد الناس هادو كيحاولوا يخدموا المصلحه ديال هاد الكازول هذا باي طريقه كانت، رغم على انهم كيعرفوا بان هاد المسائل هادي كيجرمها القانون، وكيعرفوا بان راه ممكن الا اتخذ اجراء في حقهم فغادي يمشيو للسجن. كيعرفوا كل هاد الشيء هذا اخواني اخواتي، ورغم ذلك وكيقوموا بحال هاد الاشياء هادي. ولكن الاخوان انا غنجيكم ونقول لكم على حتى علاش كيقوموا بهاد الاشياء، ولاو داروا يعني هاد الخبث هذا لدرجه انهم يتبعوا لبنى ويجسوا عليها. اخواني اخواتي غادي نتكلم لكم على هاد المساله بالتفاصيل. من نكملوا بالتفاصيل في النقطه اخواني اخواتي اللي كنتكلموا فيها حاليا، واللي هي الارضاء. هاد الناس هادو كما قلت لكم اخواني اخواتي كيحاولوا يقوموا بعده اشياء اللي خبيثه من اجل ارضاء الكسول، من اجل باش يعطيهم واحد الكلاسمون. وإلا كنتو كتنتبهوا اخواني اخواتي غتعرفوا بحال هاد المسائل هادي، لان اي واحد فيهم كيقوم بشي عمل كما هذا اخواني اخواتي الكسول كيوضع له واحد البلاصه، ولهذا يعني داير لهم كما كيقولوا واحد المسابقه، واللي حاول اعتاد يعني بواحد الفعل فكيعطيه واحد المرتبه اخواني اخواتي، من اجل الادسنس ومن اجل البارطاج ومن اجل المحسنين. بلا هادو ماشي محسنين اخواني اخواتي، هادو مفسدين. لان المحسنين عمرهم ما تيكونوا بحال هذا الشكل هذا، يعني عمرهم ما كيكونوا كيجمعوا من اجل الاطاحه بالاخرين ظلما وعدوانا. اما حتى هذا اللي قام بهذا الفعل اخواني اخواتي حتى هو يعني واحد الشخص اللي كيتبع رخيص بهذا المعنى، يعني تبع رخيص اخواني اخواتي. بحال هاد الناس هادو، بحال هاد العصابه الالكترو كيتباعوا رخاصين اخواني اخواتي، بحال هاد القطيع، هاد الاتباع هادو. لان اخواني اخواتي بحال هاد الاتباع كتعطيهم، تقدر تشريهم غير ب 100 درهم، تقدر تشريهم ب 200 درهم، ب 1000 ريال، ب 300 درهم، يعني رخاص نص 16 وجوج ب 30. لان اخواني اخواتي هاد الفعل هذا اللي قام به فهو يعني خضع لي واحد المبلغ بسيط جدا، هو غيمشي عليه للسجن. وانا غنجي لكم للرساله اللي غنوجه للبنى، لان اخواني اخواتي هذه رساله مهمه وخصني نوصلها لها، وخصها تقوم بهذا الشيء هذا اللي غادي نوصل لها اخواني اخواتي. هذا علاش قلت لكم حاولوا توصلوا لها هذا اللايف اخواني اخواتي، ضروري توصلوا لها هذا اللايف. وكنقول لك من هنا غادي نبدا نوجه لك الرساله لبنى. هذا الشخص هذا اللي قام بهذا الفعل هذا الخبيث، اللي قام بالترصد وقام بالتجسس عليك، فإلا ما خديتيش شي اجراء في حقه، فإلا ما حطيتيش بيه شكايه، فالمره الجايه فغيديروا لك اكثر من هذا الشيء هذا، لدرجه انهم يقدروا يديروا لك محاولات اختطاف، يقدروا على انهم يختطفوك. لان الا مازال كتذكروا قبل سنتين او سنه، لما كان الكسول كيتنقل من اجل باش يبحث في الماضي ديال لبنى، وكان كيبحث لك في الماضي ديال لبنى، وكان يعني كيقلب على اي حاجه، لدرجه انه مشى حتى للبلاصه فين كاين العائله ديالك، مشى حتى للبلاصه اللي كاين العائله ديالك، يعني هادو كانوا غير كيقلبوا من موراك. ولكن اليوم لما دوزتي لهم هذيك الاولى ودازت مرور الكرام، فاليوم يعني تجرؤوا يديروا اكثر. هذا علاش قلت لك راهم يقدروا يوصلوا معاك للمرحله ديال محاوله اختطاف او اختطاف كاع. لان لما دوزتي لهم القضيه الاولى مرور الكرام، فهما وصلوا لدرجه انهم يتبعوك، يتصدوك، يشوفوك فين كتمشي وفين كتحركي وعند من كتمشي، لدرجه انهم تنقلوا من واحد المسافه اللي هي طويله من اجل باش يجسوا عليك. هذا علاش قلت لك الا خليتيها تمر مرور الكرام، فالمره الجايه فغتكون اختطاف ولا غتكون محاوله اختطاف. وهذه هي الحقيقه. وإلا دازت هذه المساله مرور الكرام لبنى، فكوني على يقين بان المره الجايه فغيكون اختطاف او غتكون محاوله اختطاف. لان
هاد الناس هادو واحد يران لك واحد المؤامرة، وواحد تيبنيو لك واحد المكائد يعني بواحد الطريقة اللي خبيثة، لدرجة انهم ما قدروش يوصلوك بهاد المسائل هادي، دابا غيوليو يتعاملوا معك بطرق اخرى، يعني ما غيتعاملوش معاك كعصابة كتنشط على المواقع، فلا غادي يتعاملوا معاك كعصابة كتنشط في ارض الواقع. وغادي الا دوزتيها غادي تكون المره الجايه غتكون محاوله اختطاف او اكثر من ذلك، غادي يكون اختطاف باش نكونوا واقعيين. لان اي حاجه كندوزوها للانسان فتولي تكرر مره اخرى، يعني بطرق اخرى كتولي تكرر مره ثانيه وبطريقه اكثر من اللي دازت. وكمثال كما قلت لك الا رجعتي لما كانوا كيمشيو يبحثوا لك في الماضي ديالك وكيبحثوا على شي حاجه اللي شهروا بيك بها او اي شيء من هذا القبيل، يعني ديك الساعه كانوا كيبحثوا لك غير ورا ظهرك، كانوا كيقلبوا لك غير في الماضي ديالك، كانوا كيقلبوا لك في البلاصه اللي رعتي فيها. ولكن هاد المره هادي راهم وصلوا ليك، لان مرت مرور الكرام المره اللي فاتت. لهذا يعني عاودوها مره اخرى وبطريقه اخرى وبطريقه اكثر، بطريقه اعتياديه، يعني ولات عندهم هاد الجرأه على انهم يتبعوك ويبقاو كيتجسوا عليك. وإلا مرت حتى هذه فالمره الثانيه غتكون الاختطاف او محاوله اختطاف. المهم وحده في هادو، الا دازت هاد المساله هذه وما درتيش شكايات في حق هاد الشخص هذا اللي قام بهاد الشيء هذا، واكيد راه كاين واحد الشخص اللي مصيفطو اللي هو الكسول باش نكونوا متفاهمين. الكسول هو اللي كيعطي داك الضوء الاخضر، بهذا المعنى كيعطي الضوء الاخضر اخواني اخواتي، حيت الكسول هو اللي كيعطي هذا الضوء الاخضر، لانه هو اللي كيمول. لان كاين واحد القطيع كيتابعو عصابه، يعني قطيع يعني عصابه الكترونيه اخواني اخواتي، يعني سواء مؤثر سواء من القطيع، يعني هما كلهم عصابه، يعني راهم عاطين الفلوس من اجل باش يجي يترصد باش يتبعك ويجسس عليك. هذا علاش قلت انا في الاول بان هاد الناس هادو كيديروا واحد الحاجه باش يرضيو الكبير ديالهم اللي هو الكسول. ودابا حنا اللي بغينا نعرفوا هاد الشيمه هذا بغينا نعرفوك شحال عطاوك باش قمتي بهذا الفعل هذا، باش قمتي بهذا الفعل الاجرامي. شحال عطاوك باش قمتي بهذا الفعل هذا الاجرامي وانت كتعرف بان هذا جرم قمتي به. انت كتعرف علم اليقين بان هذا جرم، انت عارف بانه جرم. شحال عطاوك والله حتى عصابه، والله ما تحيدوها لي من لساني، عصابه الكترونيه ما عمركم تحيدوها لي من لساني. انا بقى دائما كنتكلم على انكم ونوصل على انكم عصابه الكترونيه، واكثر من ذلك هانتوما تبين الامر ديالكم على انكم ما كتنشطوش غير على المواقع، بلا كتنشطوا في الواقع وفي المواقع. وهذا الدليل احنا كنشوفوه امامنا، لما تولوا تحركوا تتبعوا الناس، تولوا تجسوا عليهم وتولوا غادي نتابع لهم من الوراء ديالهم. فهذا الشيء هذا ممنوع نهائيا. هذا علاش نشتك لوبنا وكنقول لك فهاد المساله هذه لا تخليهاش تمر مرور الكرام، لان هاد المساله هذه خطيره جدا. يقدروا كاع يحاولوا يختطفوك مره الجايه باش نكونوا متفاهمين. لان لا مادام هما يعني مشاو كيبحثوا في الماضي ديالك وما اكتفاوش بداك الشيء ولاو عاوتاني بداو كيجسوا عليك، فكوني على يقين بان المره الجايه فغادي يكون اختطاف او محاوله اختطاف. ولهذا نقول لك انت من هنا فراكي مهدده بالاختطاف، فخصك تمشي ديري شكايات
وحطي شكايات، وحطي حتى الناس اللي مهدده منهم بالاختطاف، حتى الناس اللي مهدده منهم بالاختطاف حطيهم، حطي لهم الاسماء ديالهم، ليست غير هذا الشخص اللي قام بهذا الفعل، حتى الناس اللي هما كيتآمروا عليك، لان هذا الفعل هذا خارج من الناس اللي كيتآمروا عليك، لان تقدر الاختطاف يكون من هاد الناس هادو. لهذا تنقول لك خصك ديري شكايه بهذا الشخص، وديري كذلك شكايه بانه كاين واحد المؤامره عليك، وبانهم باغي يختطفوك، وبانهم لدرجه انهم صيفطوا شخص. حتى هذه راه تقدر تولي محاوله اختطاف، لانها تجسس، يعني الانسان تابعك راه ممكن يختطفك، الانسان غادي كيتابعك فيما مشيتي راه ممكن يختطفك، وهذه هي الحقيقه. وخصك ديري شكايات، ما تستعجليش على هذه المساله هذه، خصك ديري شكايات يعني مستعجله، لان لما درتي شكايه ما غتحميش نفسك، انت دابا حاليا نفسك مهدده للخطر. الا ما درتي شكايات ما غتحميش نفسك، والشكايه اللي غتحمي لك نفسك وهي هذه اللي قلت لك، غتحطي بان هاد الناس هادو باغيين يختطفوك، وعلى انهم صيفطوا شخص تابعك باغي يختطفك، باغي يخليك توصل لشي بلاصه اللي هي فارغه ويقوم بالاختطاف ديالك. وغتحطي حتى الاشخاص، انت راكي كتعرف الناس اللي كيتآمروا عليك، هاد العصابه الالكترونيه، وحطي لهم الاسماء ديالهم بان هاد الشخص اللي تابعك يعني تابع لداك الاشخاص، والحياه ديالك بانها مهدده بالاختطاف. اخواني اخواتي، وكنتمنى الرساله تكون واضحه الاخت لبنى وتقوم بهاد الاشياء هذه. وكنشكر كذلك الناس اللي داخلين معنا في هذا اللايف. اخواني اخواتي، كنشكركم جميعا، وكنشكركم على التفاعل ديالكم وعلى الدعم ديالكم المتواصل. وكنقول لكم حاولوا تخليوا لنا التعليقات، حاولوا تبارطاجيو، حاولوا تشاركوا في القناه، ونشوفكم في لايف جديد، والسلام عليكم.